السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي الاهلاوية، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. طبعا امبارح كلنا شفنا ماتش الاهلي والمصري، وانا كنت حابب اطلع اتكلم برضو في جزئية عن الحكم وليد عبد الرازق، الحكم الفاشل المأجور من اتباع الزريبة. شفنا المهزلة التحكيمية اللي حصلت امبارح في الماتش. الراجل ده جاي من بيتهم، لاغي انذاراته ولاغي ضميره وسايب نضارته اللي بيشوف بيها المباراة سايبها في البيت. وكلنا عارفين ان اول لما اعلنوا ان الحكم وليد عبد الرازق هو حكم المباراة، طبعا كلنا قلنا لا، ومجلس ادارة النادي الاهلي قالت لا بسبقاته الكتيرة في المباريات وخصوصا مع النادي الاهلي. اول حاجة شفتها انا في الماتش كراجل اهلاوي ومنتمي للنادي الاهلي وكيانه وبعشقه من صغري، ان الراجل ده لعبت النادي المصري اهانات وضرب كل حاجه في الملعب، والراجل ده ولا اكنه موجود ولا اكنه هو حكم الماتش، وان الحكم ده ما ينفعش يحكم مباراه كبيره زي دي. اول حاجه كوره قفشه اللي طلع معاه محمود جاد، وطلع جابه من الدور الثالث، اداله بالبنيه ونزل ولا كأنه، وعلى رأي الكابتن ايمن الكاشف، وانا مال انا يا لمبي، مش انا اللي عملت له كده. كلنا شفنا الراجل طالع مش بيلعب على الكوره، الراجل طالع بيدي بالبنيه لقفشه وما لمس الكوره. انت يا وليدي عبرازي، ده انت جنب الكوره بحوالي 5 ياردات، يعني شايف الكوره وضوح الشمس، وما حسبتهاش وكبرت دماغك وعملت نفسك عبد العبيط زي ما بيقولوا، وسامحوني في الالفاظ لان ده حكم مستفز وحكم فاشل وما يصلحش اللي هو يدير اي ماتش حتى لو في الدرجه الثانيه. تمام. كرة قفشه يعني اللي خد فيها 20 غرزه، عرفنا النهارده اللي هو خد 20 غرزه، وده برضو مخليني اطلع اتكلم في الفيديو ده تحديدا، يعني اللي هو ايه، يعني انت حكم مستفز قوي يعني، والله زمان معاك برضو نفس الكلام، يعني طاقم تحكيم وفار زفت خرا زي ما بيقولوا يعني. نيجي الكرة بعد كده، كرة شادي حسين في ضربة لينا ضربة الجزاء بتاعت شادي حسين، والمسك الواضح اللي هو جاله في منطقة الجزاء وقال له مفيش حاجة وقوم يلعب عادي. بعديها كرة ميسي، عرقلة من قبل منطقة الجزاء، وحتى ما هنش عليه يحسب فاول، قال لك خد تحت الفرصة، حتى الفرصة كانت ميتة جدا جدا جدا. هنا عايز اقول حاجة وكلنا شفناها في كاس العالم، ان مفيش حكم مصري مثل مصر في كاس العالم في قطر اللي فات. تاني حاجة ان الحكم ده لازم يتشتم من اللي هو عمله في فضايح ومهازل. والوقت بدل الضايع في الشوط التاني ادى 5 دقايق وقت بدل الضايع، لعب منهم قد ايه؟ دقيقتين. لعب منهم دقيقتين تغييرات، ومحمود جاد وقع وانت ولا في ميه البطيخ. انت فين يا عم الحكم؟ انت فين من الكلام ده كله؟ وبعد ما صفرت لعيبه النادي الاهلي اكيد هتروح تكلمك. الفيديو جاي عليهم يعني، والنقل لسه كان شغال، حتى انا شفتها بعد ما خلص الماتش اللي مفيش حد قال له حاجه يعني، ولا هان ولا الكلام ده، ومحمود متولي قاطع وجاي لك ولسه هيكلمك تديله انذار عشان تحرمه من ماتش الاهلي والزمالك. يا راجل اتقي الله، فين ضميرك؟ فين ضميرك يعني المهني زي ما بيقول؟ لو دي مهنه وانت واخدها مهنه ولا واخدها هوايه؟ لو واخدها هوايه مش كده، لو واخدها مهنه يبقى انت مدفوع لك فلوس قبل ما تيجي الماتش ده، ايا كان اللي هيديك الفلوس، عشان الفرق بين النادي الاهلي واقرب منافسيه 6 نقط صح، او 5 نقط بين الاهلي والبوابين وبين الاهلي وفيوتشر. فانت لازم تتقي الله في ضميرك، مش كل الفضايح دي وعايزينه تاني يحكم الحكم ده، لان ده حكم فاشل ومأجور
وكلنا عرفنا اول لما الحكم ده اعلنوا عليه اللي هو يحكم ماتش الاهلي والمصري اللي هو الماتش كبير عليه اساسا، تمام. يعني مجلس اداره النادي الاهلي اعترض على الحكم ده، اعترضوا اعتراض جامد جدا ان الحكم ده ما ينفعش يحكم الماتش ده، وان الراجل ده كان واضح من اول الماتش اللي هو غايب تمثيليه، وان هو سيناريو ماشي عليه انت هتعمل 1 2 3 4، لو نفذت غير كده مش هنخليك تحكم تاني. والراجل نجح ومثل التمثيليه بامتياز، بامتياز زي ما بقول لكم. والاخ كلاتنبرج اللي احنا جايبينه بتاع الحكام الفاشل هو كمان، اللي قاعد في بلاده وعمال يدير المنظومه التحكيميه في مصر في ميه البطيخ، ان في برضه واحد جابه سبوبه طالعه من وراه. انت اقعد في بلدك، احنا هنبعت لك الفيديوهات ما تتعبش نفسك، احنا هنقول لك اعمل 1 2 3 عشان برضه ما تتعبش نفسك، واحنا بنديك 10 قروش، احنا بناخد قرشين وانت قرشين، وكان الله بالسر عليم، وكل سنه وانتم طيبين، سبك لمن تمر هندي زي ما بيقولوا. واحنا اخرتها التحكيم بتاعنا زفت الزفت الزفت، مفيش حد بيروح كاس عالم، مفيش حد بيحكم نهائيات، مفيش حد اي حاجه. يا راجل ده احنا الديربي اللي هو المفروض ديربي مصر والقاهره وافريقيا الاهلي والزمالك بنجيب حكام لغايه دلوقتي اجانب. يوم ما جبنا حكم مصري قال لك احتواء، انا كنت بحتوي اللعيبه، يعني فشل في اداره مطوشه كبيره. ماتش الاهلي وفريق الشوال بيراميدز جابوا حكم اجنبي، شفتوا الماتش كان عامل ازاي واللعيبه طلعت عامله ازاي والاهلي عمل ايه، تمام. لكن هرجع واقول لكم طول ما المنظومه فاسده فالتحكيم فاسد، فهتلاقي دوري وحش. مع ان الدوري السنه دي دوري كل الفرق فيه جامده جدا الا حاجه واحده بس، التحكيم. والتحكيم ده ملاحظ ان كل سنه زي الزفت ما بيتغيرش، زفت الزفت. فلابد ان احنا نشوف حل لمشكله التحكيم ومهزله التحكيم وفضايحه اللي بتحصل، ودي مش اول مره. واشوفكم على خير وبالتوفيق للنادي الاهلي في اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.